السلام عليكم. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد السر خطير ديال هاد الوصفه. اش غادي نقول لكم؟ كيف ما كتشوفوا هنايا رجليا حالتهم. الصراحه مريضه، ما بقيت لا تنحكم ولا ديتها فيهم ولا حتى شي حاجه. كيف ما كتشوفوا راه كيبانوا لكم حالتهم. ايوا انا تشمرت على ايديا وصوبت هاد الكريم السحري العجيب اللي كدهني به فقط 2 مرات ولا 3. لالا وحكي رجيلاتك وشوفي الرجلين كيفاش غادي يوليو. المهم راه من اول استعمال غادي تشوفي الرطوبه والريحه. الصراحه خطير خطير هذا الكريم. المهم الوصفه كيف ما كتشوفوا فيها 3 ديال المكونات فقط، لا غلا على مسكين كيف ما كيقولوا. وغادي نصوبوا غير واحد شويه، وراه كيدي لينا بزاف وما كيخسر ما حتى شي حاجه. يعني تحطيه في الدار ديالك تبقاي تستعمليه بالشهوره، ما كيخسر ما حتى شي حاجه. المهم كيف ما كتشوفوا عندنا فازلين اللي كلشي كيعرفها، تاخذي النوعيه الجيده. وعندي هنايا الطالك او البولبو. حتى هو عندي، هذا كنستعمل انا، هذا فيه ريحه زوينه. وعندي زيت غليسيرين، هذا اللي ضروري منه. يعني ضروري خاصك ديري في هذه الوصفه هاد 3 المكونات ب3. المهم هنا غادي نجيو ناخذ واحد الطويصه اللي غادي نديرو فيها واحد المعلقه كبيره ديال الفازلين كيف ما كتشوفوا، معلقه كبيره. المهم غادي نصوب واحد حمام مريم. غادي ندير واحد الكسرونه كيف ما كتشوفوا، درت فيها الماء سخنت وحطيت فيها ديك الطويصه باش غادي تذوب لينا ديك فازلين هكا في حمام مريم باش ما تحرق ما حتى شي حاجه. صافي غادي نخليوها راها دغيا كتذوب. ها نتوما كيف ما كتشوفوا يعني تتولي لينا الزيت. زيت صافيه كيف ما كتشوفوا. صافي وغادي ندوز باش نزيد عليها المكونات الاخرين. المهم هنا خليت الزيت بردات شويه، يعني ما يمكنش ليا غادي نديرها هكاك سخونه بزاف نحط عليها المكونات. خليتها حتى بردات واحد شويه. وغادي نزيد ليها هاد الطالك. مهم الا لقيتوا هذا الطالك، الا ما عندكمش ديروا اي واحد عندكم، ولكن هذا راه فيه واحد الريحه غزاله بزاف. غادي ندير واحد 3 المعالق صغارين كيف ما كتشوفوا. مهم فازلي راه كيف ما قلت لكم معلقه كبيره. وهنا غادي ندير 3 ديال المعالق ديال هاد البولبو، يعني اللي غادي يخلط لينا هذاك الزيت ديال فازلين. المهم وغادي نخلطوه مزيان تيولي لنا بحال شي كريم. الصراحه اش غادي نقول لكم، راه واحد الترطيب عجيب. وغادي نزيدو هذا المكون السحري حتى هو ديال زيت غليسيرين. كيف ما كتعرفوا زيت غليسيرين راه خطير في التبييض وفي الترطيب، يعني شي حاجه اللي ما كان اللي ما كناقشوهاش. هانتوما تشوفوا هاد الزيت ديال الغليسيرين راه ثقيل شويه. غادي ندير واحد 3 المعالق صغارين، هانتوما على عينيكم كيف ما كتشوفوا. صافي بركه 3 المعالق. وغادي نخلط هاد المكونات كاملين مزيان. المهم صافي راه حنا كنخلطوا والخليط نيت كيبرد، ولا ما غاديش يبقى لينا هكا، يعني راه ضروري غادي يجمد، غير يرجع لكم بحال شي كريم كتهزي وكدهني. ما كيخلي لكم حتى اثار ملي كدهني رجليك اولا ايديك، ولا ما تيخلي لك حتى شي اثار زعما كيبرصداك ولا شي حاجه. ملي تكوني تفيقي توضاي تصلي، صافي ودهني رجلياتك وديري قشراتك وشقي، اولا في الليل ملي تبغي تنعسي تكوني ساليتي. ولكن ما غاديش تقدري تنعسي بتقاشر، هذا هو المشكله. هاد الوصفه كتبغي انك ديري رجليك مزيان وتلبسي التقاشر. صراحه راه غزاله غزاله هاد الوصفه. الصراحه راه واحد زعما اش غادي نقول لكم، واحد الوصفه اللي خطيره في الترطيب وحتى الريحه ديالها كتبقى زوينه، لا في الرجلين ولا في الايدين. المهم اللي بغيتو اللي عنده يديتهم مشقين يعني مكرفسين بزاف، راه هاد الوصفه رائعه. المهم هنا غادي نجيب واحد الطويصه اللي غنكون غسلتها ومسحتها مزيان، اللي غادي ندير فيها هاد الخليط. صافي وغادي نديرو هنايا، يعني انا راه ما درتش واحد الكميه كبيره. راه هادي راها تبارك الله راه كتهزي غير واحد شويه كيدهن لك رجلك كامله، يعني لا داعي باش نبقاو نبدروا ولا هذا حتى يسالي هذا ونصوبوا مره اخرى. صافي المهم كديري فيها الطويصه هنايا وكتسدي عليه وتخليه على جنب، راه كيف ما قلت لكم كيبقى اشهر، يعني ما كيخسر ما حتى شي حاجه. كيفاش حطيه كيفاش كيبقى. المهم يوميا دهني رجيلاتك يومين 3، ومن بعد دخلي للدوش على اللوح وكيدوزي غير واحد الحكه خفيفه على رجليك. وشوفي اختي الرجيلات كيفاش غادي يوليو، ما نعاودش لك، غادي يوليو عندك بحال ديال شي بيبي. والريحه ديالهم غزاله غزاله غزاله. المهم الفيديو ديال هذا النهار هو هذا، تنتمنى تبارطاجيوه وتعطيوه حقه في التعاليق وفي لي جيم. ها نتوما كيف ما كتشوفوا انا دهنت
قدامكم، يعني راه ما تيبقى حتى شي أثر ديال داك الطالق أولا كتبقى اليد ميدمة ولا. صراحة خطيرة، خطيرة هاد الوصفة، غتجربوها بإيديكم بإيديكم وعينيكم مغمضين. صراحة غزالة، غزالة، غزالة بزاف، ما غاديش نجموا إلا جربتوها. المهم الفيديو ديال هاد النهار هو هذا، تنتمنى إلى الإعجاب ديالكم، تبارطاجيوه مع الأصدقاء والأحباب ديالكم باش تعم الفائدة. ما بقى ليا إلا نقول لكم السلام عليكم إلى فيديو آخر إن شاء الله. مهم خليوا لي التعليق ديالكم كيفاش جاتكم الوصفة. بسلامة.